مدينة لا تسمح بالموت نهائيا. أنا دكتور هند السرفي ودي قصة النهاردة. في مكان فوق الدائرة القطبية الشمالية في مدينة غريبة جدا، لو حسيت إنك هتموت لازم تسيبها فورا. أهلا بيكم في لونجيرباين، ودي مدينة نرويجية وتعتبر واحدة من أبرد وأغرب الأماكن على كوكب الأرض. عدد سكانها أقل من 3000 شخص، والحرارة فيها ممكن توصل لسالب 30 درجة مئوية. لكن الغرابة مش في البرد، الغرابة في إن الموت ممنوع. أيوة حرفيا، لو حد حالته خطيرة أو كبير في السن السلطات بتطلب نقله فورا من المدينة، ولو مات شخص فيها ما بيدفنش هناك. ليه؟ لأن الأرض مجمدة طول السنة، التربة هناك اسمها بيرمافروست يعني جليد دائم، وده بيمنع تحلل الجثث. وده مش كلام نظري، العلماء اكتشفوا ان الجثث المدفونه من 100 سنه هناك لسه سليمه تماما، فيها دم وجلد وحتى خلايا سليمه. قالوا مرات اتضح ان الفيروسات والميكروبات اللي كانت موجوده جوه الجثث لسه عايشه. فيروسات خطيره زي الانفلونزا الاسبانيه اللي قتلت ملايين زمان، لقوها لسه موجوده في جثث مدفونه من سنه 1918. وده خلى المدينه تتخذ قرار صارم ان مفيش دفن هنا، ولو مت لازم يدفنوك في مدينه ثانيه. مش بس كده، ده كمان مفيش ولاده في المدينه، يعني لو ست حامل قربت تولد لازم تنقلها على جزيره ثانيه. لونجيرباين هي نموذج مثير لسؤال كبير ومهم: هل التغيير المناخي والجليد اللي بيدوب ممكن يخلينا نواجه فيروسات من الماضي؟ وده هيبقى سؤال الحلقة الجاية.